الإكثار من التعبد، لا سيما التكبير والتهليل والتحميد، وهو أفضل من الجهاد غير المتعين. وقد جاء في البخاري من طريق شعبة عن سليمان عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله تعالى من العمل في هذه، أي العشر. قال: يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وظاهر الأحاديث والأدلة أن العمل في أيام عشر ذي الحجة أفضل من العمل في العشر الأواخر من رمضان. وهذه المسألة اختلف فيها الفقهاء على أقوال. القول الأول هذا القول بأن العمل في عشر ذي الحجة أفضل من العمل في العشر الأواخر من رمضان. القول الثاني أن العمل في العشر الأواخر من رمضان أفضل. القول الثالث التفصيل، وهو أن العمل في ليالي العشر من رمضان أفضل من العمل في ليالي العشر من عشر ذي الحجة، والعمل في نهار عشر ذي الحجة أفضل من العمل في نهار العشر من رمضان والعشر الأواخر من رمضان. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهذا في نظر أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله تعالى من العمل في هذه. فإن قال قائل في العشر الأواخر من رمضان ليلة القدر، وقد قال تعالى: ليلة القدر خير من 1000 شهر، أي من عبادة 83 عاما وبضعة أشهر، فكيف تفضلون عشر ذي الحجة على العشر الأواخر من رمضان وفي ذلك ليلة القدر؟ فالجواب أن هذا هو مقتضى النصوص، وما جاء من تفضيل ليلة القدر فيقال عن ذلك إن ليالي العشر من ذي الحجة والنهار أفضل من ليالي العشر والنهار من الأواخر من رمضان، وليلة القدر في من وافقها هي أفضل من أيام عشر ذي الحجة. فالتفضيل واقع على من وافق ليلة القدر، لأن التفضيل جاء بخصوصها، ما جاء التفضيل بعموم الليالي. وهذا قاله جماعة من أهل العلم وهو الصواب في هذه القضية. حينئذ الأفضل في أيام عشر ذي الحجة، أو أن أيام عشر ذي الحجة أفضل من العشر الأواخر من رمضان. ومن وافق ليلة القدر فإن هذه الليلة هي أفضل من عشر ذي الحجة. وقول المؤلف: لا سيما التكبير والتهليل والتحميد، الروايات واردة في الكتاب فيهن من التكبير والتهليل والتحميد لا يصح منها شيء. وحديث أبي هريرة: وفيه يعدل صيام كل يوم منها بصيام سنة، وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر، هذا رواه الترمذي وغيره، وفي صحته نظر، هذا خبر ضعيف ولا يصح.